بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف صحه وبالف خير. ان شاء الله النهارده هعرض لكم مشترياتي من الفاكهه والخضار والسمك والدجاج واللحوم والبيض والبط بالاسعار باذن الله تعالى. بس في الاول كده عايزه اعزي الشعب التركي والشعب السوري على ضحايا الزلزال، واقول لهم يعني ربنا يا رب يصبر قلوبكم، ويعز طبعا طيوبة ربنا يرحمها يا رب العالمين، عز أهلها. هي سورية كانت عايشة في تركيا، ماتت هي وأولادها الستة وزوجها. يا جماعة ادعوا لها كده ربنا يرحمها ويغفر لها هي وأولادها وزوجها، ويجعلهم يا رب كده طير من طيور الجنة يا رب العالمين، ويرحم ضحايا الزلزال يا رب العالمين، ويصبر كل فاقد أهله لأهله يا رب العالمين. ولو اي حد لسه عايش تحت الانقاض ربنا ينجيه يا رب العالمين، حتى يعني له في خلقه شؤون، وربنا يرحم يا رب ضحايا الزلزال ويصبرهم يا رب العالمين، ويجعل مساهم الجنة، وربنا يصبرهم يا رب العالمين، ويصبر فاقديهم يا رب العالمين. الرحمن الرحيم. هنعرض طبعا اسعار النهارده زي ما انتم شايفين كده، اسعارنا من الفواكه والخضار والسمك والدجاج. بس هنبدا طبعا في القناه الصغيره باسعار اللحوم والبيض والدجاج والاسماك. يا جماعه الاسعار غلت جدا جدا النهارده، انا مش عارفه السبب بتاع الغلو ده ايه، بس انا اتصدمت لما نزلت السوق عندنا النهارده. الاسعار غاليه بطريقه مش طبيعيه، يعني كل اسبوع بلاقيها غاليه، بس النهارده الغلاء فحش النهارده الصراحه. وهتلاحظوا في الفيديو النهارده ان كل حاجه غلت عن الاسبوع اللي فات، يعني انا مش عارفه ازاي، بس كل حاجه غليت. ويا ريت كده نتبادل الاسعار مع بعض وشوف كده هو غلي عندنا احنا بس ولا غلي في كل الاماكن يعني. فهنعرض السمك النهارده يا جماعه. السمك النهارده ب60 جنيه يا جماعه. السمك اللي انتوا شايفينه ده الكيلو ب60 جنيه، وكان في عنده ب55 وب50 الاصغر، تمام كده. السمك البلطي الكيلو ب60 جنيه، وسمك البوري كده زي ما انتم شايفين الكيلو ب75. معرفش ده بوري ولا طبار يعني، بس اعتقد بوري يعني. الكيلو ب75 جنيه اهون، كيلو ب75. فجبت واحده بس عملت 20 جنيه، والباقي ده الكيلو عامل 60 جنيه. الكيلو عامل 60 جنيه يا جماعه، في ب55. ده بالنسبه للسمك اللي هو البلطي. الرنجه يا جماعه المدخنه الكيلو ب80 جنيه، كانت ب70 وصلت ل80. وسمك المكاريل الاصلي ب75، والبسارية النهارده ب40 وب35. البسارية اللي مش كان حد لاقي يشيلها ب35 النهارده وب40، يعني في ناس بتبيعها ب35 وناس بتبيعها ب40. شفتوا بقى. البط يا جماعه النهارده الكيلو البط بيقولوا البط البلدي وصل 120 جنيه للكيلو، والفراخ الفراخ البلدي الكيلو ب 105 وب 110. الفراخ البيضاء يا جماعه النهارده نهار ابيض على الفراخ البيضاء. ده بط بكيم يا جماعه الكيلو ب 85 جنيه. البط البكيم الكيلو ب 85 جنيه. الفراخ البيضاء النهارده ب 80. الاسبوع اللي فات كانت ب 77، النهارده ب 80 جنيه، تمام كده. الفراخ الساسو ب 99، الفراخ البيضاء ب 80 يا جماعه. الوراك الكيلو ب89، والصدور الكيلو ب99. يبقى الصدور ب99 عفوا، والوراك ب89. الدبابيس الكيلو ب120 جنيه. دبابيس الفراخ كيلو ب120 جنيه. والاجنحه في ناس بتبيعها ب60 وناس بتبيعها ب66، على حسب بقى. الاجنحه ب60 وفي ناس بتبيعها ب66. الكبد والقوانص الكيلو ب85. كبد على قوانص ب85، لكن الكبد لوحديها ب95. النهارده بنتكلم في الفلوس يا جماعه، كده بنتكلم في فكه. ربنا يلطف بينا ويلطف بالاسعار. فالكبد والقوانص زي ما قلت لكم الكيلو ب85. كبد بس ب95، فرق 10 جنيه. بالنسبه بقى للحمه المفرومه الكيلو ب150 جنيه، لسه ما زالت ثابته على 150 جنيه. اللحمه البلدي يا جماعه وصلت 250 جنيه الكيلو، بربع الف على طول. وسمعت اشاعه في السوق النهارده ان هي وصلت 270، ما اعرفش الكلام ده صح ولا لا، احنا لسه ما جبناش وما اعرفش السعر بتاعها. انا بتكلم على السعر بتاع الاسبوع اللي فات، كانت ب 250 جنيه، ب 250 جنيه. ده بالنسبه لسعر اللحمه، تمام كده. بالنسبه بقى يا جماعه لسعر الكوارع النهارده الكوارع البقري الواحده ب120 جنيه، كانت الاول ب70 وب75، النهارده ب120 جنيه. بالنسبه للكوارع البقري الجاموسي الواحده ب150 جنيه. الكوارع الجاموسي كانت الاول ب100 وصلت ل150 جنيه. دي الكوارع الهين الجاموسي. اللحمه بتاعت الراس ب120 يا جماعه. لحمه الراس اللي كانت ب65 جنيه وب60 عدت ب120 جنيه، يعني تقريبا السعر زاد الضعف. السعر زاد ايه الضعف. كمان المصارين او المنبار بتاعت البهايم طبعا ب100 وب120 وب110، يعني الكندوز ب100 وب90
واللي هي البلد الممتازة ب110 و120 جنيه على حسب كل واحد بيبيعها ازاي. الكبدة طبعا بتمن سعر اللحمة الكبيرة ب180 جنيه و190 جنيه، فالكبدة بتنباع بنفس التمن بتاعها. لكن الكبدة اللي هي البلد الصغيرة تمن سعر اللحمة لو ب250 بتنباع كمان ب250. عندنا في مكان جنبنا اسمه ديار بنجم قريب مننا بيبيعوا اللحمه فيها يا جماعه، اللي عايز يشتري الكيلو ب230، يعني نازله حوالي 20 ل 30 جنيه للكيلو. فانت اوفر يعني لو هتشتري منها للمواسم او لو هتشتري منها لبيتك، الكيلو ب230 جنيه، وكمان بيشاوروا لك على الحته اللي انت عايزاها بيقطعوها لك. تمام. الكرشه يا جماعه، الكرشه الكندوز ب60، البلدي ب80. الكندوز ب60 والبلدي ب80 جنيه. انا جبت لكم كل الاسعار، انا والدي شاري من يومين 3 كده من بار وكرشه، فسالته على الاسعار بتاعتها وقال لي على الاسعار اللي انا بقول لكم عليها دي. قال لي ان لحمه الراس ب120 والممبار ب90 وب100 وب110، وفي ناس بتبيع ب120 مفتريه. وكمان الكوارع قال لي الجاموس ب150 زي ما قلنا، والبقري ب110، البقري ب120. تمام كده. واللحمه ب250، واللحمه المستورده زي ما انتم شايفينها كده ب150، والكندوز ب190 وب180، 190 وب180. ده بالنسبه لسعر اللحمه. بالنسبه بقى يا جماعه لسعر البيض، وما ادراك ما البيض. انا مش مصدقه عمر الكرتونه البيض يا جماعه ما وصلت للسعر ده عندنا. اخرها كانت 105 اخر مره جبتها معاكم. كنا في الهايبر امبارح بنسأل على كرتونة البيض بكام يا جماعة، قال لي ب120 جنيه. تخليكي مكانك مش جايبينك. هو كنا بنجيب الاول كرتونتين في الشهر ونحاول كده نسلك فيهم، يعني واحدة كل 15 يوم. كانوا بيوصلوا مثلا ل120 جنيه او 150 جنيه، يعني بيحس انهم يكفوا بند البيض في الشهر. لا هي واحدة بس اللي هنجيبها، وممكن ما نجيبش كمان، نعمل كده مقاطعة يا جماعة للبيض. البيض غلي جدا جدا، مش عارفة ليه غلي بالطريقة ديت يعني. بس البيض ب120 جنيه، البيض الاحمر يا جماعه ب120 جنيه. متخيلين؟ البيض ب120 جنيه. اما بقى بالنسبه لسعر الكتاكيت، سمعت اشاعه كده ان الكتاكيت نزلت، لكن للاسف لا، هي غاليه عشان الدوره اللي هتنزل اللي هتيجي دلوقتي يعني هيذبحوها على اول رمضان، فعشان كده غاليه. الكتكوت وصل ل 25 جنيه، سعر الكتكوت الابيض 25 جنيه. اما سعر البط البكيني يا جماعه هو عمره يوم، البطه ب20، بطه ب20. في بط اللي هو المسكوفي او البط المولر الفرنساوي، البطه ب30. المسكوفي والفرنساوي زي بعض بنفس السعر، البطه ب30. كيلو البط البلدي ب120 جنيه زي ما قلت لكم في اول الفيديو. ودي اسعارنا النهارده. اتمنى ما اكونش نسيت حاجه. الفراخ الساسو يا جماعه، الفراخ الساسو ب100 جنيه يا جماعه الكيلو، والبلدي ب110، والفيومي بتنباع ب100 برضو. الفيومي بتنباع ب100 وب105 عشان هي فيومي بلدي. يعني هي بيتميز يعني الفيوم اللي هو البلدي من الفيوم البلدي الحر، ان تقريبا الاتنين بنفس الطعم على فكره، بس الفيوم البلدي بيشيل في الجسم اكتر، او بيشيل في اللحم اكتر. يعني الفرخه بتلاقيها مثلا 2.5 3 كيلو، 2.25، لكن البلدي يوم ما يتنطط 2 كيلو الا ربع كيلو ونص. حتى لو هي كبيره في السن او عتيقه يعني بتكون 2 كيلو او 2 كيلو الا. ده بالنسبه لسعر سعر الفراخ. اتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب والاشتراك في القناه. وناس يا جماعه اللي مش اشتركت في القناه دي تشترك بالله عليكم. تمام كده. وده اسعارنا النهارده، وربنا يلطف بعباده يا جماعه. وكل سنه وانتم طيبين بدخول رجب طبعا الموسم يوم الجمعه. لو عايزين اصور معاكم الاكل بتاعي من الموسم قولوا لي، وانا طبعا اصور معاكم. وطبعا في اليوم ده احنا بنصوم فيه، فمش ينفع نصوم يوم الجمعه لوحده لان يوم عيد المسلمين، فمكروه ان احنا نصوم يوم الجمعه لوحده، فتاخدي يوم قبليه يوم بعديه. تمام. ويستحسن تصوم الخميس والجمعه مع بعض عشان تاخدي السنه، يعني سنه الاثنين والخميس، وفي نفس الوقت صيام اللي هو يوم التطوع بتاع يوم يوم الجمعه اللي هو يوم 27 ليله 27. وكل سنه وانتم طيبين. ولو مش سمعتوا الفيديو اللي فات هتلاقوا الكومنت بتاعه في اول تعليق مثبت هنا، وبالتبادل برضو في الفيديو بتاع القناه الكبيره هتلاقوا الكومنت المثبت بتاع الفيديو ده هناك. تمام كده. اشوفكم بقى في فيديو جديد. مع السلامه.